مرحبا، شلونكم؟ مع بداية أجواء الخريف ماكو أحلى من كيكة البرتقال الهشة والخفيفة تعبي البيت ريحة طيبة. اليوم راح أشارككم طريقتي البسيطة. تابع الخطوات. نبدي أول شي نحتاج كوب من السكر، قشر برتقالة كاملة. راح نفرك السكر بقشر البرتقال، بهاي الطريقة راح تكون نكهة البرتقال كلش مركزة. نحتاج بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. راح نضيف السكر ونخفق إلى أن يتغير القوام واللون البيض. طبعا نستمر بالخفق تقريبا لمدة 5 دقائق إلى أن يتغير لون بهذه الصورة، يوصل إلى اللون الفاتح الأبيض والقوام يكون كريمي. راح نضيف باقي المكونات. هنا نحتاج نصف كوب من عصير البرتقال، وأيضا راح نضيف نصف كوب من الزيت ونخفق تقريبا لمدة دقيقة. وهسه راح نضيف الطحين. تقريبا ضفت كوب ونصف من الطحين بعد ما نخلطهم تقريبا 3 مرات. كل ما تنخلون الطحين هواية راح تحصلون على كيك يكون خفيف ومرتفع. راح أحركهم بطريقة بسيطة. وصلنا لهاي الخطوة، هاي كلش الخطوة مهمة بالكيك، دائما اعتمدوها انه تضيفون معلقة من البيكنج باودر وعليها اما عصرة ليمون او خل ابيض حتى يزيد التفاعل. هاي الخطوة تخلي الكيك هش وقطني من جوا ولونه يكون ابيض. القوام الكيك يكون بهاي الصورة. طبعا استخدمت هذا القالب، اي قالب عندكم متوفر. دهنته بالراشي او الطحينية. الفرن راح يكون حامي من الاسفل على درجة 180. وهاي كيكتنا الهشة الخفيفة صارت جاهزة، ريحتها خرافية وطعمها يذوب بالفم وكلش خفيفة من الداخل. جربوها وشاركوني رأيكم بالتعليقات، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد من وصفاتي. ألتقيكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.